السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات هيثم. الاقتراح ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفة من ألذ الوصفات اللي ممكن انكم تحضروهم بالموز اللي كيبقى لكم. كيكه بالموز والشوكولاته من ألذ الكيكات، كيكه اللي كتجي خفيفه وهشيشه ومعلكه في نفس الوقت بمذاق اللي اكثر من رائع وبنكهه اللي هي زوينه بزاف. انا اكيد هاد الوصفه هذه غادي تجربوها واكيد غادي تولي معتمده عندكم لان كتجي شي حاجه اللي هي مميزه وخارجه عن المألوف. فكيف العاده نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما تنسونيش فقط من لايكاتكم للتشجيع. ما غاديش نطول عليكم وخليكم ان شاء الله مع الفيديو الاخير اكتشفوا معنا المقادير وكذلك كيفيه التحضير. وعلى بركه الله نبدا معكم باستعراض المقادير. اولا بالنسبه للمكونات فغادي ناخذ هنايا 2 حبات ديال البيض اللي من الافضل كيف العاده يكونوا حجم كبير بدرجه حراره الغرفه. عندي 100 غرام ديال السكر ما يعادل ثلثي الكاس من كاس العنبه، 100 غرام ديال الزيت كذلك ما يعادل ثلثي الكاس، 100 غرام ديال الحليب ثلثي الكاس. عندي هنايا معلقه كبيره عامره ديال الكاكاو المر، معلقه كبيره ديال الحبيبات ديال الشوكولاته، عندي هنا كيس ديال الفانيلا مع 2 اكياس ديال خميره الحلويات و200 غرام ديال الدقيق ما يعادل 2 ديال الكؤوس اللي ما كيكونوش ممسوحين. عندي هنا 2 حبات ديال الموز اللي كيكون طايب، داك الموز اللي كيبقى لنا هكا وكيطيب ما كيبغي حتى شي واحد ياكلو، فمن الافضل يكون البنان اللي كيكون هكا طايب وهاري، كتكون مركزه فيه الحلاوه وكتكون مركزه فيه كذلك النكهه. فاولا غادي ناخذ القالب اللي غادي نطيب فيه. انا غادي نطيب في هذا القالب اللي كيكون طويل ولا هذا المول الطويل عفوا، هو اللي كيجي فيه هذا النوع ديال الكيك وخصوصا الكيك ديال الشوكولاته. بالنسبه للقياس ديال المول انا غادي نحاول دابا نعبروا لكم. انا تعبرته دابا مباشره. القياس ديال الطول ديالو فيه 28 سنتيم على 11 سنتيم هكا في الجهه الفوقانيه، اما القاعده راه كتكون صغيره شويه بطبيعه الحال. انا خديته ودهنته مزيان هكا بشويه ديال الزبده وغادي نغلفو شويه هكا بورق الطي هكا من الجوانب ديالو بجوج، ولا بغيتو ترشوه بالدقيق اولا بالكاكاو كيبقى اختياري. انا جربته سابقا رشيت عليه هكا الكاكاو ما جاش المنظر ديالو زوين وما بغيتش نرش عليه المول ديالي الدقيق، ما بغيتش يجي هكا كذلك ابيض، ففضلت انني ندير شويه القطعه ديال ورق الطهي باش تساعدني انني نحيدو بكل سهوله. فهاد الاثناء هذه فانا درت الفرن ديالي كيسخن مسبقا على 180 درجه وعاد كندوز مباشره للتحضير. فغادي ناخذ هنا 2 حبات ديال الموز. نتوما كيف شفتوا معايا واخا البنان ديالي طايب والقشره ديالو هكايا من برا كتبان لكم يعني بحال مخمجه، ولكن لا راه غير هكا البنان طاب واحد شويه. صافي كنزول ليه القشره ديالو كيف كتلاحظوا معايا وغادي نمعسوه هكا غير بالفرشيطه واحد شويه. بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو البنان يبقى هكا باين فيه باين شي شويه هكا في الكيك ديالهم ويبان وتبان هكا ديك التعليكه وديك النكهه ديال البنان، فما تمعسوهش بزاف. الناس اللي كيبغيوه بغاو غير التعليكه ديالو والنكهه ديالو فتمعسوه مزيان حتى ما يبقاوش هكا فيه قطع اللي كيكونوا باينين. من بعد مباشره كناخذ بول وكنوضع فيه 2 حبات ديال البيض كيف قلت لكم، ساشي الفانيلا، قبيصه ديال الملح لتصحيح الذوق و100 غرام ديال السكر او ما يعادل ثلثي الكاس. هذاك البيض غادي نحاول نطربوه مزيان ولا امكن انكم ديروا المكونات ديالكم في الخلاط الكهربائي طحنوه مزيان عاد ضيفوا من بعد البنان. فانا اكتفيت غير بالخلاط اليدوي حتى هو غادي يعطينا نتيجه ممتازه كيف شفتوا معايا في بدايه الفيديو. من بعد ما كنخلط البيض مزيان كنضيف 100 غرام او 100 ملل ديال الزيت، دائما كتخلطوها مزيان، عاد كتضيفوا الحليب وكذلك هنا بالنسبه للحليب الا بغيتوا عفوا تنسموا كذلك بشويه ديال القهوه غير شويه باش تبقى النكهه ديال البنان باينه. من بعد مباشره غادي نضيف هذيك البنان كيف قلت لكم بعد ما بعستو صافي، وغادي نخلط يعني هكا السوائل مزيان مع بعضياتها. وغادي نضيف دابا النواشف 2 كؤوس اللي غير ممسوحه، يعني غير 2 كؤوس معمرين عاديين ديال الدقيق ما يعادل 200 غرام الا عندكم الميزان، معلقه كبيره معمره مزيان ديال الكاكاو المر مع 2 اكياس ديال خميره الحلويات. الناس اللي عندهم ساشيات ديال الكاكاو بغيتوا ديروا ساشيات ف2 اكياس ديال الكاكاو غادي يكونوا كافيين. صافي وكتخلطوا بطريقه عاديه جدا، يعني ماشي ما غاديش تحتاج منكم شي مجهود اللي هو كثير. هذا الكيك هذا يعني ساهل في التحضير ديالو، دغيا كيتحضر دغيا كيوجد، ما فيهش تعقيدات ما فيهش تفاصيل اللي هي كثيره، كيجي زوين بزاف وبنين. فانا ضفت لي ديك المعلقه كبيره ديال حبيبات الشوكولاته، بغيتو تضيفوها بغيتو تستغناو عليها وبغيتو تزيدوا معها شويه ديال الكركاع بحال الشكل ديال براونيز ممكن بطبيعه الحال. الاضافه ديال هاد الحبيبات ديال الشوكولاته كتعطي واحد المذاق اضافي وخصوصا الا كانوا هكا نوعيه جيده نسبه الكاكاو فيهم عاليه. صافي هنايا غادي ناخذ المول ديالي وغادي نفرغ الخليط كيف كتلاحظوا معايا ونحاول انني نوزعو باش ما يجينيش الكيك غير منفوخ من الوسط والجناب ديالو يبقاو نازلين، فكنحاول نوزعو مزيان. من بعد هنا كاضافه للتزيين هذه مساله كتبقى اختياريه، ولكن بالنسبه لهذا الكيك هذا بالضبط الشوكولاته مع الموز كيتواتى مع الشكلاط بشده. هكا درت حبيبات ديال الشكلاط مخلطين ودرت كذلك طريفه هكا ديال الكركاع، غير واحد 6 الحبات ديال الكركاع هكايا قطعتهم طريفات اللي هما صغيورين وحبيبات هكا ديال الشكلاط
الشوكولاط ولا حبيبات ديال الشوكولاته عفوا درتهم من الفوق، كيعطيو منظر اللي هو زوين وكيعطيو حتى اضافه للمذاق بطبيعه الحال. ما عندكمش فاستغناو عليهم تماما واكتفيو بالكيك يعني ككيك كمكونات. غادي ندخلوا الفران كيف قلت لكم انا نطيبها في فرن كهربائي مسخن مسبقا على 180 درجه الفوق والتحت بدون مروحه. درتها في الرف الثاني صافي ودخلتها مده ما كتاخذ لكم ما بين 40 45 دقيقه، ما بين 40 45 دقيقه. كتجربوها دائما بواحد العويد كيخرج لكم ناشف وصافي الكيك ديالكم كيكون طايب. الناس اللي بغاو يطيبوها في فرن غاز راه كطيب بشكل عادي جدا 40 45 دقيقه نار مهيله من الجهه الفوقانيه، من بعد كتهبطوه هكا لتحت كتنشفوه شويه من الوجه ديالو وكتخرجوه. يعني ماشي شرط اساسي الفرن الكهربائي، انا طيبتها فيه لانه هو اللي كان عندي قريب فرن ديال الغاز عندي في السطح فعكزت عليه. صافي هنايا كنحيدها من المول. هذا المول ديال الزاج بالضبط فهو كيشد السخونيه بزاف بزاف، فغادي نحيدها منه هو سخون بطبيعه الحال. راه ما قدرت كاع نهزو، كان حدايا راجلي قال كتاب وبغى يهزو ويتشوط، فكنزولها كنحيدو من المول بطبيعه الحال باش ما تعرقش ليا لانه هو كيشد السخونيه، فغادي غير تندى وتفزك وما كيبقاش هكا القوام ديالها زوين. فكنحاول نحيدها مباشره من المول. كنحيد دوك الكويغطات كيف كتشوفوا كيتحيدوا بكل سهوله. شوفوا معايا الكيك ديالنا كيفاش كيبقى الشكل ديالو زوين. وكيف قلت لكم الا ما عندكمش مشكل بغيتو ترشوا القالب ديالكم بالكاكاو ممكن بطبيعه الحال. انا غادي نخليه حتى غادي يبرد شويه ونقطعوا معكم بطبيعه الحال ضروري باش تشوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي. هذا الكيك هذا كيجي خطير. غير هو حاجه وحده، الكيك هذا كيتستهلك يعني مده اقصاها يومين. مثلا طيبتوه اليوم تاخذوه هكايا اليوم تاخذوا مع قهوه ديالكم فطور ديال الصباح لا غد ليه صافي، لان الموز بطبيعه الحال راه غادي تبدل المذاق ديالو يبدل لكم حتى القوام ديال الكيك. ولكن بصراحه راه ما غاديش يبقى لكم هذا الكيك هذا. هذا الكيك راه كيجي خطير تاخذوا به هكا قهوه ولا حتى الكويز ديال اتاي الوليدات ديالكم بغيتو تصيفطوهم معاك في الصباح للمدرسه اولا ديوهم نتوما معكم للخدمه. تخيلوا كيجي واحد المذاق فيه زوين اللي ذاقو عنده غادي يحماق عليه بطبيعه الحال. هانتوما شوفوا معايا القوام ديال الكيك ديالنا كيفاش دايره. واحد الكيكه كتجي اللي هي شيشه، كتجي اسفنجيه في نفس الوقت كتجي هكايا فيها واحد التعليكه بحال الشكل ديال البراونيز، غير واحد التعليكه اللي هي خفيفه هكا. شوفوا معايا غايبان لكم في الوسط بحال باينه كداك شويه ديال البنان، ما بغيتوش يبقى باين بزاف. كيف قلت لكم راه كتمعسوه مزيان كتجي هشيشه وبنينه بزاف. شتي هذه راه تاكلوها بوحدها ما تدوزوها حتى شي حاجه، يعني غير هكا بوحدها ما كتجيش ناشفه، بالعكس كتجي رطبه وفتيه تاكلوها غير بوحدها هكا طريف تاخذوه تاكلوه ما تخافوش منه نهائيا. بغيتو تدوزوه بطبيعه الحال راه ممكن. فنتمنى فعلا الاقتراح ديال اليوم الى الاعجاب ديالكم وتجربوه. وإلا جربتوه ما تنساوش تخليو لي الاراء ديالكم في التعليق كيف العاده. خليو لي لايكاتكم للتشجيع، وكذلك الى عجبكم بارطاجيوه مع الاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي باش تعود الفائده على الجميع. كنشكركم دائما لحسن المتابعه ديالكم والوفاء ديالكم. بهذا غادي نكون وصلت نهايه وصفه اليوم مع وصفات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.